ليه لعبة كرتونية زي كاب هيد تبقى مليانة صفقات مع الشيطان وأسرار غريبة؟ كاب هيد وأخوه بيخسروا أرواحهم في كازينو الشيطان. طبعا في الأول هم كانوا طماعين جدا وقدروا يكسبوا الكل، بس الشيطان عرض عليهم عرض مرعب جدا، وهو إنكم هتاخدوا كل الفلوس الموجودة في الكازينو في مقابل إنكم تتحدوني في النرد ده، ولا معرفش اسمه إيه، ولو أنا كسبت فهاخد أرواحكم. وفعلا الموضوع تم، ولكن الشيطان كسب، والحل الوحيد قدامهم دلوقتي هم إن هو يجمعوا عقود الأرواح من زعماء مختلفين كانوا مديونين للشيطان قبل كده في حالات سابقة، لكنهم هربوا والشيطان ما قدرش يمسكهم. فهو زي ما تقول دلوقتي إن هو بعت كاب هيد ومارك مان أخوه في مهمة لجمع الأرواح دي والحاجات دي عشان يرجعوا للشيطان في جزيرة انكويل ايسلس. وكل زعيم في اللعبة دي لها عالمه الخاص وكل حاجة خاصة بيه لوحده المستقلة، وكل مواجهة عبارة عن اختيار صعب. طبعا كاب هيد ومارك مان دلوقتي بقوا شخصيات رمادية جدا، اللي هو عايزين يحققوا حلمهم حتى لو انهم اضطروا يأذوا الناس. وطبعا الشخصيات اللي بتظهر مهمة جدا، كاب هيد ومارك مان هم الأساس. طبعا في شخصية كمان كده في دي ال سي مختلف بس هو تابع للقصة، بطلة الدي ال سي دي اسمها تشاليس. تشاليس دي ظهرت في إضافات لاحقة وأصبحت شخصية إنها قابلة للعب زي كاب هيد ومارك مان في الدي ال سي بتاعها ده. يعني هي بقت زي تشارم كده، تستخدمه تشارم الكوكيز، بتستخدمها وتلعب بيها عادي زي كاب هيد، بس هي بتتبدل كاب هيد تمام. ودايما هي كانت في الدي ال سي بتاعها موجودة كمرشدة لينا عشان نعرف هنعمل ايه ونتحدى ايه. وطبعا في نظرية بتقول ان العقود دي مش مجرد اوراق، لكن رمز لدورة فساد بتربط بين الشخصية كلها وبين الشيطان ذا ديفل زي ما هو بيسموه كده. وفي نظرية تانية إن بعض الزعماء هنا مش أشرار، لكن هم كمان ضحايا للصفقة بتاعة الشيطان زي كابهيد نفسه، وده بيخلي المواجهات ليها معنى أعمق من الطبيعي. الغريب بقى إن استوديو MDHR أعلن في سمر جيم فيست 2026 إن في لعبتين جداد عن كابهيد. الأولى هي هاند أنيميتد جديدة بالكامل ولسه في مرحلة التطوير، المرحلة الأولى للتطوير. التانية هي مايتي كاب هيد ادفنتشر، لعبة بيت 8 معمولة لمواصفات سيرا ماستر سيستم. وطبعا اللعبتين الجداد هيبقوا من تطوير اللي هو استوديو MDHR ده، لكن بمساعدة استوديو تاني كده او حاجة زي كده. كل بقى الاتنين دول مشاركين في التطوير مع بعض على اللعبتين دول، وده بيدي احساس ان المشروع ده مش لعبة عادية لكن تجربة فنية متكاملة. ودي بعض المعلومات الإضافية عن لعبة كاب هيد. بدأت رحلة التطوير دي من سنة 2010 وقعدت 7 سنين كاملة قبل الإصدار في 2017. الإخوة مولاندنهاور استلهموا من أسلوب الخرطوم المطاطي في كرتونات الثلاثينات زي أعمال ديزني وفليشر. طبعا الموسيقى هنا مكتوبة بالكامل على نمط الجاز ومسجلة في فرقة كاملة، وده جزء أساسي من هوية اللعبة أصلا عموما. يعني طبعا اللعبة فيها ميزة التعاون، إن أنت تلعب مع صاحبك، ولو صاحبك مات تقدر إن أنت تنقذه بالباري قبل ما يطلع من الشاشة وينتهي أصلا من المرحلة. وطبعا لعبة كاب هيد انشهرت إنها من أصعب الألعاب، وأقل من مش عارف كام في المية اللي ختموا اللعبة دي من أول مرة، اللي هم بتوع السبيد ران بقى والناس دي اللي المدمنين دول. طبعا في مسلسل كاب هيد وده اللي أنا تابعته بصراحة آخر فترة وكان جامد للأمانة، اللي هو مسلسل كاب هيد. كان مسلسل أنيميشن في 2022 مترجم لأكتر من 30 لغة يا ساتر، وده وسع جمهور اللعبة بشكل غير طبيعي. بصراحة المسلسل ده أيقوني كان جبار بصراحة، يعني مسلسل كده خفيف قوي جدا، كل شخصيته حلوة ومرتبطة من اللعبة بشكل صريح، حتى الأوستات كل حاجة مرتبطة من اللعبة دي بشكل صريح. وطبعا زي ما قلت كاب هيد هي مزيج كده غريب من كل كرتونات الجيل القديم اللي هي من 1900 وانت نازل بقى يعني. فانت حتى هتلاحظ ان نفس الاسلوب ده بتاع المط اللي بيحصل ده، ونفس الاسلوب الكرتوني اللطيف ده برضه هو نفس الكرتونات القديمة بتاعت ميكي ماوس والحاجات دي. وطبعا بعد الشيطان ما خسر اخيرا، كاب هيد ومارك مان فرحوا واتحرروا اخيرا من العذاب ده، فاخيرا قدروا ان هم يهربوا. ولكن كاب هيد اصلا ما كانش عنده قوه خارقه، فالسبب اللي خلاه عنده قوه خارقه ده اللي هي البتاع اللي بتضرب بيها في ايده دي، اللي بيضرب بيها في ايده دي، ان هو خد القوه دي من جده اللي انا مش فاكر اسمه ده بصراحه، بس هو ادى القوه دي حاجات كده يضربها من صباعه عشان تديله زي القوه كده يحارب بيها الناس وياخد بيها العقود. وطبعا اللعبه كلها مبنيه على فكره بيع الروح والديفل والحاجات دي، فكل ده مستوحى بشكل مباشر من قصص قديمة عن الشيطان والمؤامرة والعياذ بالله طبعا.
ولكن فاكرين لما قلت لكم ان في لعبه كده هاند انيميتد لسه في مراحل التطوير الاولى؟ دي بقى كاب هيد 2. يا تكمله بقى، تقريبا تكمله للقديم. مفيش تصريح بكده رسمي بس انا حاسس انها تكمله من كلمه 2 دي. وطبعا الفانز كانوا متحمسين جدا ولسه لحد دلوقتي اصلا متحمسين لكاب هيد 2 واللعبه تانية، مستنيين عشان تنزل ويدوا رايهم عنها طبعا. وطبعا لعبه كاب هيد مشهوره جدا عند العرب لحد دلوقتي لحد يومنا ده. وفي ناس عادي جدًا بتعمل لها دلوقتي تختيم، وبتجيب آلاف المشاهدات، وده ده يثبت إنها لعبة أيقونية جدًا. اللعبة الوحيدة اللي لسه بتجيب آلاف المشاهدات لحد 2026 اللي هي Detroit Become Human، ودي لو عايزين أشرح عنها بعد كده قولوا لي، عادي مثلًا أقدر أتكلم عنها مثلًا. فحاليًا إحنا مع Cuphead، وطبعًا زي ما قُلت لكم Cuphead شجّعت مطورين تانيين يعملوا مشاريع مشابهة زيها بس بأسلوب خاص بيهم هم. وبكده إحنا غطينا كل حاجة عن Cuphead، اللور، التسريبات، الأخبار، كل حاجة، الDLCs، كل حاجة، بدل الفيديوهات اللي بتبقى 20 دقيقة دي وكلها حلب وتمطيط، وهذا الزعيم بيمثل كذا، وهذا الزعيم بيعمل كذا، ودي بتعمل كذا. ارحمونا بقى يا جماعة، والله اللور محدود وصغير أوي.